وللحديث أكثر عن أجواء الزيارة الأربعينية ينضم معنا مراسلينا من كربلاء طارق الطرفي ومن النجف طاهر العساف. مرحبا بكما. أبدأ معك طارق، ضعنا في أجواء الزيارة وكذلك حدثنا عن الإجراءات الأمنية والخدمية وكذلك الصحية، تفضل. نعم، حياكم الله. حالة الاستنفار القصوى تشهدها كربلاء بأجهزتها الحكومية وبدعم مركزي وبجميع الفعاليات الشعبية والجماهيرية يعني بعمل كبير جدا، عبارة عن كربلاء تحولت إلى موكب ضخم ليقدم الخدمات للزائرين الوافدين من مختلف المحافظات العراقية، فضلا عن دول عربية وأجنبية مختلفة. هذه الزيارة كما قلنا في وقت سابق تشهد إجراءات أمنية وخدمية وصحية موسعة بإسناد ودعم مركزي. لغاية الآن كل الخطط تسير وتنفذ بالشكل الجيد، لم تسجل أي خروقات أو إخفاقات في جوانب معينة، في جانب الصحة أو في جانب البلدية. وفي الجوانب الأخرى عملية التفويج العكسي للزائرين بدأت منذ يوم أمس. هناك العديد من المركبات والحافلات تنتشر على محاور كربلاء الثلاثة باتجاه النجف وبابل وبغداد لنقل الزائرين أو إخراجهم من كربلاء باتجاه المحافظات الأخرى. هذه خطة النقل تسير بإشراف أو تنفذ بإشراف رئيس هيئة الحج والعمرة وبإسناد وزارات أخرى. الكثير من المركبات استؤجرت لنقل الزائرين بحدود 2000 حافلة استؤجرت من قبل هيئة الحج والعمرة لنقل الزائرين. هناك احتياطي من العجلات والشاحنات، وبالتحديد الشاحنات المكشوفة التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التجارة وضعت تحت اليد لحساب حالات الطوارئ. هناك معلومات عن حكومة كربلاء أن هناك بعض الآراء أنه ترفض استخدام السيارات المكشوفة للزائرين باعتبار أنه الطقس والجو لا يسمح بذلك، فضلا عن هناك 2000 حافلة استؤجرت، فلا يمكن أو لا حاجة لاستخدام السيارات المكشوفة. لم يتضح الأمر لغاية الآن، لكن بشكل عام خطة النقل تسير لغاية الآن. خطة إخراج الزائرين لغاية الآن لم تشهد أي إرباك، تسير بالشكل المطلوب. الجانب الصحي هو الآخر ينفذ وفق ما خطط له، الجانب البلدي وجانب المجاري والجهات الساندة. قطاع الكهرباء حصلت بعض المشاكل في تزويد الطاقة الكهربائية، في مشاكل المحولات والخطوط الناقلة. تحاول ملاكات أو حاولت بشكل كبير ملاكات دارة كهرباء كربلاء والدوائر التي ساندتها والوافدة من محافظات أخرى ب إصلاح كل العطلات بأسرع وقت للحيلولة دون استمرار إرباك وضع المدينة. العتبات المقدسة بدورها أيضا بدأت تنظم المواكب العزائية منذ هذا اليوم الجمعة لدخول وخروج المواكب العزائية التي تمثل المحافظات الأخرى والوفود التي قدمت من خارج العراق. كل الإجراءات تسير بالشكل المطلوب. لم يبقى إلا يومين عن انتهاء الزيارة. هناك جهد كبير وساند، استنفار كما قلنا، استنفار حكومي مركزي لهذه الزيارة. وزير الداخلية يقيم في كربلاء، وزير النقل أيضا يتواجد في كربلاء، وزير الصحة، وزير الدفاع قبل يومين زار كربلاء للاطلاع عليها. هناك اهتمام وزاري كبير أو اهتمام حكومي مركزي كبير بهذه الزيارة لإنجاحها وتوفير كل متطلباتها والخروج بالشكل الأمثل. طارق، حدثنا عن عملية التفويج العكسي وكذلك عن مجمل الخطط الأمنية والصحية وكذلك الخدمية وعن الاهتمام الحكومي بهذه الزيارة، ولكن دعنا نسلط الضوء أكثر على الإجراءات الصحية، خصوصا بعد انتشار وباء أو مرض جدري القردة، وهنالك تخوف مع دخول ملايين الزوار الأجانب من مختلف دول العالم إلى العراق. هذا الأمر هل وزارة الصحة أو المنظومة الصحية أو كل الجهات ذات العلاقة بالجانب الصحي في كربلاء
يعني جهزت خطة خاصة بهذه الأمراض أو الأوبئة؟ نعم بالطبع. طبعا جزء مهم من الخطة الصحية التي تنفذ في كل عام، وهذا العام بالتحديد، هو جانب التوعية والرقابة الصحية ومتابعة الأطعمة وحتى متابعة عمليات الجزر. نعم. الجزء الأهم هذا هناك يعني لجان شكلت من قبل دائرة صحة كربلاء ودائرة البيئة ودائرة البلدية بالتعاون مع المستشفى البيطري. هذه الفرق جوالة وانتشرت بمختلف مناطق مركز المدينة وحتى على الطرق التي تنتشر عليها المواكب طيب. الخدمية لمتابعة الأطعمة، متابعة عمليات الجزر. هناك تدقيق كبير على هذا الجانب، باعتبار أنه أي حالة تسمم لا سمح الله أو أي حالة حادث يحدث ممكن يسبب يعني بتسمم لربما العدد يصل للمئات أو أكثر في وقت قصير جدا. لهذا هناك جزء مهم من الخطة في هذا الجانب، في عملية التوعية ومتابعة الأطعمة. دائرة الصحة تهتم أكثر، هناك فرق وفدت من محافظات أخرى، ووزارة الصحة فرق للاستجابة السريعة، فرق طوارئ، كل شيء حسب بهذه الخطة لكي يعني يسير هذا المحور بالتحديد دون حدوث أي مشاكل، وبالحيلولة دون يعني حدوث حالات التلوث أو التسمم في الأطعمة. إضافة إلى هذا الجانب التوعوي، هناك جانب توعوي آخر يتعلق أيضا بالصحة تنفذه مديرية مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشرطة المجتمعية والعلاقات والإعلام التابعة لشرطة كربلاء في قضية التوعية على محور المخدرات وتعاطي المخدرات. هناك استثمار جيد ولربما جميل في هذا الجانب، انه استثمار هذه الحشود في توعية الشباب وتوعية الجميع حول مخاطر المخدرات والابتعاد عنها، و يعني ارشاد الذين ادمنوا على المخدرات على اليات الاقلاع عنها واليات المعالجة في المراكز والمصحات المختصة. ايضا هناك جانب اخر توعوي يعني عملت به دائرة مديرية الدفاع المدني وبإسناد المديرية العامة للدفاع المدني. هناك توعية لأصحاب المواكب ابتدأ منذ بداية نصب المواكب الخدمية في قضية الاستخدام الصحيح للوقود واتباع إرشادات السلامة في عمليات الطبخ، إلزام كل موكب بوضع مطفأة حرائق في داخل السردق أو بالقرب منه. وحتى يعني بادرت مديرية الدفاع المدني إلى توزيع عدد غير قليل من هذه المطافئ على المواكب للحيلولة دون حدوث يعني حوادث الحرائق. عملية التوعية استثمرت بالشكل الصحيح في هذه الزيارة من قبل مختلف الدوائر الصحية والخدمية، وبالتالي عكست صورة إيجابية طارق فعلا. عذرا على المقاطعة، ولكن أسأل وأريد إجابة عفوا باختصار حول استثناء محافظة كربلاء المقدسة من القطع المبرمج للطاقة الكهربائية. هل هذا الأمر تم فعلا أم إنه مجرد تصريحات من هنا وهناك؟ يعني حقيقة وبشكل صريح، يعني ممكن مركز المدينة استثني من القطع المبرمج، لكن خارج مركز المدينة القديم حيث الأحياء السكنية، طرق مرور الزائرين، لم يكن هناك استثناء من القطع المبرمج. يعني هناك قطع واضح وحتى قطع لساعات خارج الجدولة المتعارف عليها في قطع التيار الكهربائي. حكومة كربلاء ناشدت بشكل مباشر، حتى وزير الكهرباء حضر إلى المحافظة للإشراف ميدانيا على هذا الجانب. ممكن عندما تمت الاستجابة يعني بآخر المطاف للقضية أو لمطالب يعني تزويد الكهرباء بشكل مستمر، ظهرت مشكلة أخرى، أنه تهالك الشبكة، تهالك خطوط النقل. كربلاء أغلب شبكات نقل الطاقة فيها قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى تحديث. كربلاء تحتاج إلى محطة أو محطتين تحويلية للسيطرة على عدم تذبذب التيار الكهربائي المزود. الملف هذا لا يحتاج حلو أو لا يمكن حله بشكل آني عند الزيارة أو قبيل الزيارة، يحتاج خطط مستقبلية، خطط مركزية داعمة. طارق، هو يعني حتى
مشكلة الكهرباء هي مشكلة تراكمية يعني أزلية منذ 2003 حتى الآن. هذا الملف يحتاج إلى نهضة كبيرة وإجراءات حكومية جبارة وإلى سنوات لكي يتم حله. كان معنا من كربلاء مراسل الأولى طارق الطرفي، شكرا لك. ومن النجف أيضا كان معنا طاهر العساف، شكرا لكما زميلي العزيزين.